جمعة مباركة عليكم حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب. ربنا يا رب ان شاء الله كده يبارك في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله واحنا في خير وصحة وعافية يا حبايبي. بصي يا بنات، النهارده هنعمل بقى وصفة حلوة قوي قوي وهتنفعنا في رمضان. طبعا سجلوها عندكم، حلوة قوي قوي ومش بتاخد وقت. وفي نفس الوقت بنص الصدر بس بتاع الفرخة هنعمل وجبة تكفي احنا كفة 11 واحد فرد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله تخشوا معانا الفيديو ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ بقى في وصفتنا. جبت حلة، خرطت بصلايه، بدأت احمرها زي ما انتم شايفينها كده اهوت. عندك رز بلدي، عندك رز بسمتي، الرز اللي انت حباه. هنعمل بقى ايه؟ هنحط بقى التوابل بتاعه الرز اللي هو قرنفل، حبهان، قرفه، اللي هو كركم. هنعمل اللي هو رز بسمتي تمام كده. كل البهارات اللي انت بتحبيها. عندك فلفل اللي هو الحامي، حط قرن فلفل حامي. بعد كده هنحط حبه الملح على قد الرز اللي انت هتعمليه. ونبدا بقى ايه، خلصنا كده الرز بتاعنا وغطينا عليه. ونبدا بقى هو بدا يشرب زي ما انتم شايفينه كده يا حبايبي. ورق طبعا لورا وحبهانه او حبهانتين، وطبعا تعرفي العدد اللي انت بتحطيه سواء القرنفل او الحبهان. تمام. الرز زي ما انتم شايفينه اصفر ومفرفر وجميل بسم الله ما شاء الله. دي اول حاجه عملناها. نخش بقى على الايه، على بقيه الايه الاكله اللي احنا هنعملها معاكم ايه عشان ايه برضك شهر رمضان سهله وخفيفه. جبنا الفراخ زي ما انتم شايفينها كده حبايبي. انا كان اللي عندي الفراخ المتوفره كان عندي اللي هو الفراخ اللي هي البانيه. جبتها وقطعتها شرايح زي ما انتم شايفينها كده، قطع صغيره كده. ده كله من نص الصدر بتاع الفرخه زي ما انتم شايفين كده في الطبق. تمام يا حبايبي كده. هنبدا بقى نقطعه قطع كده صغيره. وطبعا كنت الاول نقعاها وحطها في محلول بقى بتاعها زي ما انتم عارفين، محلول الخل والليمون، واذا كان عندي شويه اللي هو الخل والليمون. وغسلتها كويس جدا ونقعتها حوالي يجي ربع ساعه كده. وبعد كده بدات ايه اطلعها وانشفها واقطعها. كده جهزت الحله بتاعتي. تحطي معلقتين زيت وهبدا احط الايه الفراخ بتاعتي. اول حاجه احط الفراخ تمام كده، او قطع اللي هي الفراخ البانيه. معايا بصلايه حلوه الاول شوحتها في قلب الزيت. طبعا احنا مش هنحمرها قوي. هتقلبي كده تقلبي حد بس البصل بتاعي ما يدبل. وجربوا طبعا الوصفه دي والله هتنفعكم جدا جدا في شهر رمضان. وشهر رمضان عايز اكلات سريعه. تمام، مش عايزنا بقى نقف كتير في المطبخ زي ما انتم عارفين. كده حطيت الفراخ بتاعتي وسبتها مع البصلايه بعد ما قلبتها وشوحت كويس. وعملت لها صدمه، ما تقلبهاش دلوقتي خالص. وبدات احط عليها البهارات بتاعتي. عباره عن ايه البهارات؟ كمون، اللي هي ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه اللي هي كزبره. طبعا الملح بتاعها هتحطي معلقه صغيره ملح. هنقلب كل البهارات دي كلها مع بعضها. اللي بيحب يحط قرفه حطي، انا ما حبيتش احط قرفه. حطيت بس الجنزبيل وبس على كده. تمام يا حبايبي. هنقلب بقى الايه الفراخ بالبهارات الجميله اللي احنا حطيناها. وهنبدا بقى ايه نسيبها كده. انا ما حطيتش ميه، يعني في ناس بتحب تسوي الفراخ تحط مثلا نص كوبايه ميه ولا حاجه، لا. هي إيه سبتها لما تشمع خالص. وهقول لكم انا حطيت ايه بديل الميه. تمام كده يا حبايبي. كده قعدنا بقى نقلب فيها شويه لحد ما ايه ما تحس ان هي بقت ايه ناشفه، ما فقعتش فيها الميه بتاعتها بتاعت الفراخ. وتهدي عليها النار. كان لسه في بواقي اهوت ميه من الميه بتاعتها. هتبداي تقلبي شويه. وبعد كده حطيت ايه حوالي معلقه خل برضو عشان ايه يديكي طبع، يعني ايه يدبل اللحمه بتاعتنا بتاعت الفراخ وتبقى طريه معاكي. هنا حطيت عندي كميه اللي هو الفلفل الالوان، حطيت نصهم. وادي القطعه اللي بقول لكم عليها دي بديل الميه. حطيت ايه، انا مش بحب الصلصه. انا عندي اللي هي الطماطم اللي انا مصفياها حلوه الجميله. خدت منها قطعه وزي ما انتم شايفينها كده. بتديني الميه للطراوه للفراخ، خليها طريه وحلوه. وفي نفس الوقت بتبقى بديل الميه اللي احطها في قلب الايه الفراخ عشان تسويها تكمل سواها. كده حطيت عندي الفلفل الالوان زي ما انتم شايفينها. وشفت الميه اللي بقت فيها ازاي لما حطيت الصلصه. هنا حبايبي خلاص سبكت ونشفت الميه اللي كانت فيها كلها. الكميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوف حله الرز ومعاهم ايه الفراخ اللي قلت لكم كفت 11 فرد او 10 افراد. بسم الله ما شاء الله هتوفر معاكي كتير واقتصاديه. وفي نفس الوقت وجبه حلوه جدا ومغذيه وحلوه وخفيفه وسريعه في رمضان. ان شاء الله تعملوا الوصفه الجميله دي. وبتبقى سهله دي. وطبعا ايه وصفه من وصفات رمضان السريعه. كده طبعا عماله اطلع بقى اوراق اللورا الحبهان الحاجات دي كلها. وبدات بقى ارص في الايه اللي هو شويه من الفراخ اللي احنا ايه عاملينهم زي الشاورما كده مقطعينهم. وبقيت الايه الفراخ ركنتها على جنب. وعملت معايا كميه حلوه هوريها لكم حالا. كده
حطيت الفراخ، وممكن اعمل منها وصفه تانية كمان. حطيت الفراخ وحطيت عليهم الرز بتاعي، انا كنت عامله رز بسمتي. وبعد كده بدات بقى ايه اسويه واضغط عليه كويس جدا زي ما بتعملي المكرونه اللي هي ايه مكرونه الفرن كده يا حبايبي. خلاص فرغتها زي ما انتم شايفينها، الرز رائع ومفلفل وجميل جدا. طبعا الكاميرا عماله الاضاءه بتاعتها عملت ايه، الرز كان روعه روعه روعه. كده كمان عملت طبق تاني اهوت نفس الشكل كميه تانية، وكمان فاض برضو في الحله من الايه النص صدري بتاعنا. تمام كده حبايبي. يعني وجبه ممكن تكلفك 50 جنيه وتكفي عدد كتير، وهتعملي منها كمان وصفه هقولك عليها حالا لما اغري في الطبق ده كمان. اهم شيء كميه رز، اعملي كميه رز حلوه، وبقيه الايه الفراخ هتوفر معاك وهتبقى حلوه قوي قوي ووجبه مغذيه. كده عملت ايه اللي هي اللي هو بتاع الكب كيك اللي هو الواسع ده شويه، وبدات برضو افرغه نفس الشكل في ايه للتقديم. وبرده كان منظر الطعم، ما اقولكوش على الطعم وعلى الريحه وعلى الوقت، ما خدش مني وقت وموفر واقتصادي. تمام كده حبايبي. كده عملنا الطبق الثاني اهو، وكلوه بصراحه وقالوا بسم الله ما شاء الله وجبه جميله جدا، اللهم بارك. وكمان فاض مني حبه، يعني ممكن بدل الطبق اللي احنا عاملينه ده واللي كمان فايض في الحله معانا، ممكن نعمل جنب الطبق ده كمان، ممكن نعمل لفه جلاش. لو عندك انت جلاش هتروح عنه تبقى عزومه حلوه كده مع شويه سلطه مع شويه بطاطس وبتقدميه، ودي وجبه حلوه قوي وهتوفر عليكي كتير. بقيه اللي هي الشاورما بتاعتنا اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ كمان ممكن ايه، ما بلاش البطاطس لو انت مش حابه. انا بوريك كام حاجه ممكن تحطيها مع البطاطس. ممكن تعمليها سندوتشات لو انت عندك اللي هو العيش اللي هو السوري، ممكن تروحي عاملاها في عيش سوري. عايزه تعمليها مع رز بسمتي بطريقه الفراخ دي، ممكن تعمليها كام صنف وتوفري برضو بالنسبه لايه اكلات رمضان. ممكن تعمليها شاورما، ممكن تعمليها زي ما انا قلت لك في صينيه جلاش، هتوفر عليكي جامد جدا. تمام كده حبايبي. وده الوصفه بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش طبعا من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، جمعه مباركه عليكم، يا رب تعجبكم ان شاء الله. انا قناه تيتا يا رب تعجبكم ان شاء الله المحتوى اللي احنا بنقدمه ينول رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى من كومنتاتكم الجميله، وما تنسوناش من دعمكم. يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير. وكملوا طبعا بقيه الفيديو، اللي عايز يحط بطاطس يحط، اللي عايز يشيل البطاطس ويخليها على الرز بتاعنا البسمتي الجميل الاصفر بالطريقه الجميله بتاعت تيتا روكا يخليه. هي وصفة جميلة جدا وعجبت الناس الحلوين اللي كانوا بياكلوا معانا النهارده، ووجبة خفيفة وسهلة وما خدتش منك وقت في المطبخ، عشان طبعا شهر الصيام. ربنا يعود عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. اشوفكم على خير، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.